كان عندنا فرح فطلبوا مني أعمل لهم الرز البسمتي بطريقتي الخاصة علشان دايما بيعجبهم وليه طعم مميز كده ومختلف عن أي طريقة احنا بنعمله بيها قبل كده. أنا عايزاكي تجربي طريقتي دي وإن شاء الله تعتمديها دايما في عمل الرز البسمتي. لو عندك فرح أو عزومة أو أي مناسبة اعمليه بالطريقة دي علشان بجد هيشرفك في أي مكان، وكل اللي هياكله من إيدك هيتجنن من كتر جماله وحلاوته وطعمه اللي يجنن. اعتمدي الوصفة وإن شاء الله تعجبك جدا وهقولك ازاي يطلع معاكي مفلفل وفي نفس الوقت مستوي بالجمال والحلاوة دي، وبجد ريحته رهيبة. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده هما جايبين لي شكارة من الرز البسمتي علشان اعملها بطريقتي الخاصة، وعلشان دايما بعمل الرز البسمتي بالشوربة ففي الوقت ده ما كانش متوفر عندي شوربة خالص، فقمت جايبة ماسورتين اللي هو العظم ده علشان اسلقه واعمل منه احلى شوربة. وعلشان نحضر الشوربة بتاعتنا الجميلة هنجيب حلة على النار هنحط فيها مية وهنسيب المية لغاية لما تغلي معانا تماما، وبعد كده هننزل بالمواسير او العظم وهننزل عليها ببصلتين وحبايتين من الطماطم، وهننزل عليهم بالتوابل معانا قرفة وليمون ناشف ومعانا حبهان وورق راولي وطبعا دي قرنفل، وهنحط شوية كده من الفلفل الأسود وشوية من التوابل، وقمت نازلة عليهم بالملح وظبطت الملح بتاع الشوربة وغطيت الحلة وسبت بقى المواسير دي لغاية لما استوت معايا تماما وعملت لي أحلى شوربة. وقمت واخدة الشوربة الجميلة دي صفيتها كويس وعلشان استخدمها في عمل الرز البسمتي. وتعالوا يلا بينا نحضر مع بعض الرز البسمتي بتاعنا بأسهل طريقة ممكنة وبطعم مميز جدا بجد هيشرفك في أي عزومة لو جربتيه. وعلشان تحضريه بنفس الطريقة هتجيبي حلة على النار هتنزلي فيها بشوية من الزيت وهتنزلي عليها حوالي 3 معالق كده من السمنة. طبعًا أنا هنا مستخدمة حلة كبيرة جدًا، بس هي مش باينة في الكاميرا إن هي حلة كبيرة، بس بجد هي حلة كبيرة جدًا زي بتاعة الأفراح اللي بتكون كبيرة دي، فنزلت فيها بشوية حلوين من الزيت زي ما أنتم شايفين كده، وشوية من السمنة، ونزلت فيها بالتوابل، معانا ليمون ناشف، ومعانا قرفة والورق اللوري، ومعانا حبهان، ومعانا قرنفل، وقمت مشوحة التوابل الجميلة دي مع الزيت والسمنة، يعني تشويحة بسيطة جدًا علشان ريحة التوابل تطلع ويكون الرز كده ريحته توابل وريحته مميزة جدًا. وبعد ما شوحنا التوابل نزلنا عليها بالشوربة، طبعًا لو مش متوفر عندك شوربة ممكن تضيفي مَيّة، وقمت نازلة عليها بالمرقة، طبعًا دي مرقة دجاج ممكن تستخدمي المرقة الفورية أو المرقة اللي بتكون مكعبات، وقمت نازلة بمعلقتين كبار من اللون الطعام، طبعًا دي لون طعام كده صحي بيتباع عند العطار مخصوص للرز، بيخلي لونه مميز وجميل جدًا. وكمان أفضل بكتير ما تحطي كركم، طبعًا الكركم مش هيديكِ اللون الجميل اللي أنتِ هتشوفيه كده في الآخر. وهتسيبي بقى الشوربة مع التوابل يغلوا كده حلو مع بعض، وهتقومي نازلة عليهم بالرز البسمتي، طبعًا الرز البسمتي أنا باغسله كويس وباصفيه وبانزل بيه على طول، أنا ما بانقعوش خالص، أنا باغسله وبانزل بيه على طول، وهاقلبه كده تقليبة بسيطة وبعد كده هاغطي عليه، وأول ما يغلي هاسيبه على درجة حرارة متوسطة لغاية لما يستوي معايا ويبقى بالجمال والحلاوة دي كلها. وعلشان تضبطي القعد كويس والرز يطلع معاكِ مفلفل كده ومستوي وجميل ومش متعجن خالص، هتحطي لكل كوباية من الرز كوباية ونص من المَيّة، وده القعد المضبوط اللي هيطلع لكم الرز بالجمال والحلاوة دي كلها. وده كان شكل الرز بعد ما استوى معايا وبقى جاهز، طبعًا أنا معرفتش أصوره لكم وهو في قلب الحلة وهو على النار، طبعًا علشان كنت مستعجلة وكنت عايزة أخلّص بسرعة علشان هُم كمان كانوا مستعجلين، فأنا صورته لكم كده بعد ما خلّصت. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله عليه، طبعًا مش هاقول لكم بقى على الطعم وعلى الجمال وعلى الحلاوة، أنا عايزاكم تجربوه بنفس الطريقة وإن شاء الله هتعتمدوها دايمًا. وطبعًا زي ما أنتم شايفين كده أنا حاطة شوية من الزبيب على وش الحلة، طبعًا أنتِ لو متوفر عندِك مكسرات هتحطيها، بس أهم حاجة هتجيبي شوية من السمنة وهتحطيهم كده في طاسة على النار وهتسيبيهم لغاية لما يسخنوا معاكِ، وبعد كده هتنزلي بالمكسرات اللي أنتِ حابة تحطيها وهتشوحيها كده تشويحة بسيطة، وهتقومي واخدة المكسرات بتاعتِك الجميلة وهتحطيها على الرز وهتقلبي الرز كده كله كويس بالمكسرات، وبألف هنا ليكم. دي كانت طريقتنا النهارده في عمل الرز البسمتي، يا رب تكون عجبتكم وبألف هنا ليكم، شكرًا جدًا للمتابعة.